انت بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، فيديو جديد من سلسلة إعادة تدوير. لو ما تعرفش ايه سلسلة إعادة تدوير، فهي سلسلة جديدة على القناة. بنجيب فيها ديزاين قديم بنعمله ريديزاين. بنحافظ على الكونسيبت بتاعه تي او في. في الفيديو ده هتعرف ازاي حولت الديزاين ده لده. ده ديزاين كانت شركة رودس منزلينه على الانستجرام عندهم، تقريبا بيعلنوا برضه عن منتج جديد اسمه رودس جولد او جبنة جولد. فانا هعمل ريديزاين للديزاين ده. هي الفكرة كلها بس ان انا غيرت الدايمنشن بتاع الديزاين. يلا بينا نشوف هنعمل ريديزاين للديزاين ده ازاي. افتح الفايل، افتح الفوتوشوب وافتح فايل 1080 في 1920 اللي هو مقاس ال HD. طيب هبتدي بقى ان انا انزل الباك جراوند عندي. انا هسيب لك كل الفايلات والاستوكات دي في لينك في الديسكريبشن. طيب هبتدي بقى ان انا اظبط الخلفيه الاساسيه اللي انا هشتغل عليها. ممكن اجيبها كده. انا هنا عندي الكونسبت الاساسي اللي هو بيقول رودس ملكه الجولد، يعني جبنه رودس ملكه الجولد. فالكونسبت عندي ان انا احط الجبنه كانها ملك او كانها كينج، يعني في زي كرسي كده وعليه التاج اللي هو الكراون ده اللي فوق. طيب اظبط عندي الخلفيه بتاعتي، بس انا اخلي الباك جراوند عندي لون اسود. بضغط الت باك سبيس عشان يلوني باللون اللي انا واقف عليه هنا. هبتدي بقى ان انا اعمل ماسك للخلفيه بتاعتي عشان امسح منها الجزء ده، عشان التكست بتاعي اللي هو الاساس هيكون عندي هنا. ممكن اظبطها كده بحيث ان الكرسي يكون في النص. طيب انا عايز اخلي الباك جراوند دي او الالوان دي مديها جولد اكتر. اعمل ده ازاي؟ بعمل دبل كولر بالانس. انا واقف على اللاير، بضغط كنترول بي يعني كولر بالانس، بيفتح لي قائمه الكولر بالانس. بعد كده ابتدي ان انا اودي في اللون الاصفر شويه ناحيه الشمال كده، والشادو برضو هخليه كده، والهايلايت برضو هخليه كده، بس مش اوفر قوي كده بحيث ان هي ما تصفرش قوي معايا، واضغط اوكي. طيب انا عايز الخلفيه بتاعتي تكون بلورد شويه بحيث ان التركيز كله يكون على المنتج هنا عندي. اعمل ده ازاي؟ انا واقف على اللاير، بروح على فلتر، بعد كده بلور، بعد كده بختار جوجن بلور، بعد كده بخليها بنسبه كده مثلا، وليكن انا شايف ان كده كويس، اضغط اوكي. طيب انا كده خلصت الخلفيه. عندي الكرسي، هو فايل فوتوشوب انا هاخده بس كوبي بيست مخصوص وجاهز. بضغط كنترول سي، بعد كده اروح اللاير التانية، بعد كده اروح للبروجكت التاني واضغط كنترول في، احوله بس كونفرت سمارت اوبجكت. طيب ليه انا بحاول كونفرت سمارت اوبجكت هنا؟ علشان انا لما اصغر الستوك كده او لما اصغر الصوره دي ما تبكسلش، لان انا لو صغرتها وجيت كبرتها تاني هتبكسل، لكن طول ما هي سمارت اوبجكت فهي مش هتبكسل. بعد كده اصغر كده، وليكن مثلا شايف ان هو كده مكان مناسب، واضغط اوكي. اي حاجه بنزلها او اي اوبجكت بنزله في البروجكت بتاعي دايما اعمل له اول حاجه الشادو. بعمل شادو ازاي؟ بقى تحت اللاير، وبعد كده بعمل نيو لاير، بضغط بي عشان يفتح لي البرش، كليك يمين عشان يفتح لي السيتنج بتاعه البرش، وابتدي ان انا ابطط البرش دي كده. اتاكد ان اللون اسود والاوباسيتي والفلو 100%. وهاجي هنا ابتدي بقى ان انا ارسم كده. طيب اي شادو بعمله دايما بحاول اللاير بتاعته لمالتيبلاي. تاني حاجة عندي الحاجة الأساسية بتاعتي اللي هي صورة البرودكت اللي هي علبة الجبنة، بسحبها كده وشدها كده. طيب هنا علبة الجبنة على خلفية لون أسود، فأنا أسهل طريقة أقص بيها؟ ممكن أقصها بالماجيك إرازر تول وأنا واقف على اللاير. وهو بيقول لي إن الخاصية دي ما بتشتغلش على السمارت اوبجكت لاير، فهو هنا بيقول لي إن أنا أعمل ريسترايز لاير. قلت له تمام أوكي. بعد كده هضغط ضغطة واحدة على اللون اللي أنا عايز أمسحه، بيمسح معايا اللون كله. أتأكد بس من الحواف كلها تمام. احولها تاني كونفرت سمارت اوبجكت، وابتدي ان انا اصغر كده، وليكن كده مناسبة مثلا. شايف ان هي كده مناسبة. اعمل الشادو بتاعها نيو لاير زي ما اتفقنا كده، نيو لاير، وبعد كده بجيب له برش واظبطها على البروجكت اللي عندي، سوري بظبطها على الاوبجكت اللي عندي. بعد كده بعمل اوباسيتي 100%. ده الشادو 1 يكون صغير كده كده. بقى ان انا بعمل له كده، ارسم كده على البروجكت على الاوبجكت اللي عندي، كبرها سنة. ده شادو 2، كبرها بالشكل ده. شادو 3 بقى بيبقى على البروجكت نفسه او على البرودكت نفسه اللي هو الاوبجكت اللي عندي. بعد كده كبر البرش،
اظبط الوان علبة الجبنة هنا عندي بالكاميرا رو، اظبطها اخليها لون جولد كده مصفرة شوية زي ما عملنا في الخلفية. ممكن ازود التمبريتشر هنا، ممكن اخليها لون اصفر، اكسبوجر اقللها شوية، الفايبرنس والساتوريشن بس مش قوي عشان الالوان متبقاش فاقعة. ويكون كده انا شايف انه مناسبة، كده قبل كده بعد. طيب تاني حاجة هنجيبها الكراون او التاج اللي عندي هنا. هتفتح الفايلات هتلاقي كل الفايلات دي عندك، بشده كده وبسحب. بعد كده قبل ما اعمل اي حاجة في الاوبجكت اللي انا بنزله في البروجكت عندي، دايما على اللاير بتاعته بعمل convert to smart object. بعد كده ابتدي بقى ان انا اظبطه على علبة الجبنة. طيب ممكن اقلله بس برضه عشان اشوف ورا التاج بيكون عامل ازاي. هظبطها بس هنا على الحتة دي، بحيث ان الجزء ده اللي هي الحتة اللي من فوق دي تكون فوق علبة الجبنة بالظبط. يعني الحتة دي مش فارقة معايا لان هي كده كده هتتقص. بص اقولك انا هوريك ازاي. بعد كده هعمل ماسك، بعد كده بالفرشة اتأكد ان الوباستي فلو 100%، وهاجي عند الحتة اللي تحت دي، الحتة دي اهي، اقصها كده. واظبطها بقى على علبة الجبنة بالظبط يعني. طيب انا شايف ان كده مناسبة. طيب ايه اللي ناقص؟ الشادو. طبيعي اي حاجة من غير شادو يعتبر قص ولزق. بعد كده بنجيب الشادو نعمل لها شادو، اللاير تحتها اهي، تحت اللاير بتاعت التاج. بعد كده اظبط بقى شايف ان هي كده مناسبة، وشايف ان هو الكراون كده تمام يعني. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ في عندي فايل انا هتلاقيني سايبهولك كده، عبارة عن لايت يعني لينس فلير كده، ممكن استخدمه يدي لمعة بتاعت علبة الجبنة، او لمعة مثلا الكراون، حاجة كده تدل على الفخامة يعني. ممكن اسحب دي، بسحبها ازاي؟ من الستريتور على الفوتوشوب، بضغط عليها كنترول سي اللي هو نسخ يعني، اروح على الفوتوشوب كنترول في، هتنزل سمارت اوبجكت اهي تاني. بص اختار سمارت اوبجكت وبعد كده ادوس علامة الصح. طيب هي في انا عندي مشكله ان هي بتنزل بالالوان بتاعتها اللي هي لونها اسود، اكيد مش هحطها كده. عايز اخد الالوان اللي هي اللون الابيض او الاصفر منها بس. اعمل ده ازاي؟ وانا واقف على اللاير، بدل النورمال دي بخليها سكرين اهي. بص بقيت لمعه كده ومديها شكل حلو، بس انا هرجعها ورا علبه الجبنه هتبقى كده بالشكل ده. ممكن اكبرها كده، اصغرها شويه مثلا. طيب انا عايز اعمل اللمعه في علبه الجبنه دي اللي هي على الطرف ده او على الحافه بتاعت علبه الجبنه. اعملها ازاي؟ عادي برضو ممكن نعملها باللينس فلير ده. ممكن اخد دي مثلا انسخها كده كنترول سي، بروح على الفوتوشوب بضغط كنترول في، بدوس اوكي، بعملها سكرين، بعمل لها اللي هي روتيت 90 درجة، بلفها 90 درجة. بعد كده احطها هنا مثلا. طيب هنا تحس ان اللينس بتاعها عالي شوية او شاربن قوي يعني، شايف كده تحس ان هو خطوط كده مش سايح على بعضه. طيب اسيح اللينس فلير ده او اسيح الاضاءة دي ازاي؟ وانا واقف على اللاير دي بروح على فلتر، بعد بديها سنة بلور بس، جزء من بلور. بعد كده اظبطها كده مثلا، شايف ان هي كده مناسبة. وابتدي بقى ان انا اظبطها على الحافة يعني. ممكن برضو احط واحدة تانية هنا. اضغطها ازاي او اصغرها ازاي؟ بضغط شيفت وبسحب كده. شايف ان هي كده مناسبة. طيب ممكن برضو احط حتة تانية هنا. بقى بيلمع شكله بقى لطيف. اجيب بقى اللوجو عندي، لوجو رودس، انزله كده. هقص اللوجو ده ازاي؟ بروح على الماجيك رازل تول، بعد كده بضغط على اللون الاسود بس. بكل بساطة قصيت اللوجو، اسرع طريقة للقص convert smart object. بعد كده اخليه هنا، يكون هنا مثلا مناسب. ممكن اضيف اللي هي 100% طبيعي 100% ناتشورال. اسحبها كده واضغط اوكي. عايز اخلي لونها ابيض، وانا واقف على اللاير بتاعتها بعمل كليك يمين blending option، بعد كده بختار color overlay، بعد كده بختار اللون اللي انا عايزه.
واضغط اوكي. طيب باقي عندي التكست ممكن اعمله فونت عندي اسمه فودا. ابتدي بقى ان انا اصغرهم كده، استأكد ان انا اعمل لهم سيلكت كلهم عشان مصغرش كلمة وكلمة تكون اكبر من الكلمة التانية يعني. اظبطهم كده. طيب هنا عندي مشكلة ان انا لو نزلت الكلمة دي انا عايزها كده تكون قريبة من بعضها. في مشكلة ان النقطتين دول جايين تحت الكلمة دي، فانا هحل المشكلة دي ازاي؟ طيب بكل بساطة هاجي هنا بعمل ماسك، بعد كده اختار البرش وامسح النقطتين دول، وانا واقف على اللاير نفسها بعمل كنترول جي، بعمل نسخة تاني منها اسحبها كده، واجي على النسخة اللي انا عملتها واقف على الماسك وبعمل كنترول اي بيعكس الماسك، فهيبين لي ان انا مسحته. بس اعملها كونفيرت سمارت اوبجكت، وابتدي بقى ان انا اظبطها كده، انزلها شوية وانزل الكلمة بتاعتي عادي جدا اهي تمام. اخد الكلمة دي معايا، النقطتين دول معايا، ممكن اكبرها كده. في عندي رودس هما بيكتبوها بالكسرة، هنا حرف الدال مكسور، فانا عايز اعمل الكسرة دي اعملها ازاي؟ عادي هاجي هنا على الريكتانجل تول، اتأكد ان الفيل اللون ده مثلا الستروك مفيش، اسحب كده بس انا عملت كده الكسرة واشدها كده وليكن كده مثلا مناسبة. اخد اللايرز دي كلها مع بعض واعمل لهم جروب عشان احركهم مع بعض، وليكن مثلا كده مناسبة. بعد كده اجيب اللاير بتاعت اللوجو واللاير اللي هي عندي دي والجروب بتاع التكست، احطهم كلهم في جروب، بعد كده اخفيهم واجي على اللاير دي اللي هي اخر لاير، بعد كده بعمل كنترول الت شيفت اي كونفيرت سمارت اوبجكت. كده انا حطيت اللايرز كلها بتاعتي في البروجكت اللي انا شغال عليه، حطيتهم في لاير واحده. ليه؟ عشان ادي افكت او ادي فينش على الديزاين بتاعي، بحيث ان الالوان كلها تبقى مع بعض والالوان كلها تبقى سايحة مع بعض. اعمل ده ازاي؟ عن طريق الكاميرا رو فلتر. بعد كده بروح على فلتر، كاميرا رو فلتر، بعد كده بظبط بقى، وليكن مثلا هنا الاكسبوجر عايز يقل، الكونتراست مثلا شايف انه عايز يزيد، الهايلايت عشان ابين الحاجات اللي انا حاططها، اللينس فلير دي، الفايبرانس، ساتوريشن، ده قبل ده بعد، ده قبل ده بعد. لو حس ان الافكت بتاعي شديد قوي او ساتوريشن بقى زيادة، عادي بكل بساطة بقف على اللاير اللي انا عملتها، هل وستي اهي، شايف انه مثلا كده مناسب بس، وابتدي بقى ان انا اضغط هنا واظهر اللاير بتاعتي. طيب انا كده وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، وانا متأكد ان انت استفدت بحاجة في الفيديو ده. هو فيديو طويل شوية بس لو انت وصلت لاخر الفيديو فشكرا جدا ليك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس انت محتاج فيديوهات عن ايه تاني. شكرا.